خوتي شرا صاري في الجزائر وشايل هذه النار اللي راهي مشعوله على هيئه يعني على الخريطه تاع الجزائر في الجبل. ثاني رانا نشوفوا التعب تاع السنين اللي كانوا يديروه الناس الخير كيما الجزائر الخضراء والاخرين باللي راه يروح في مهب الريح وكلاتها كاع النار. النهار الاول كي كانوا يصروا هذه الحرائق وكاع كانوا يروحوا غير الجر ولا الديار ولا مانيش عارفوا الصوالح تاع الناس، دروا كل وحده البني ادم والحيوانات يروحوا فيها. وكاين شهود عيان يقولوا باللي كانت كاينه واحد العائله في وسط الغابه لقاهم محروقين وهما معلقين بعضاهم. ثاني لقى واحد الاب وولده محروقين بيهم بالموطور اللي كانوا راكبين عليها. بلا ما نوريكم البقر والنعاج والنحل وكاع الحيوانات اللي كانوا تما كيصرى لهم. وهادو غير شويه لقطات من الاف اللقطات والقصص اللي راهم يصراو. دائما في هادو المواقف يبان الشعب تاعنا باللي متضامن ويوقف مع اخوه، وشفناهم باللي كان يجيب بالو يقعد يطفي، كاين اللي شويه تراب يقعد يقيس على النار، كاين اللي يجيب لاطرا ونص برك تاع ما يقعد يسيي يطفي الحاجه اللي نجم عليها يروح يديرها باش يطفي هذيك النار ويريسك بعمرها النورمال. بلا ما ننسوا الشعب الوطني وتحيه كبيره لهم، ما علينا نقولوا الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واذا كانت هذيك خدمه تاع بنادم راه باغي الشر لهذه البلاد، الله يجيبها لها في الصحه وربي يكشفهم ان شاء الله، وربي يحفظ بلادنا من كل شر.